وأثرها على النساء والأطفال، مما لا شك فيه أننا بمجرد التفكير في حل مشاكل الأسرة يتبادر. ومعنا الأستاذتين الفاضلتين بهيئة فاس، الأستاذة نورة مصطفى محامية بهيئة فاس، الأستاذة كريمة بارودي محامية بهيئة فاس. متشرفين، ممكن تقولوا لنا في عجالة حول هذا الندوة وحول مدونة الأسرة؟ الندوة انصبت حول البدائل أو التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة. ناقشنا فيها مسألة تعدد الزوجات ومسألة الولاية أو النيابة الشرعية. ناقشنا مسألة تزويج القاصرات، وكان هناك خلاف بيني وبين زميلتي بين التجريم أو التضييق في التطبيق. مجموعة ديال نقاط الخلال نتمنى من العلي القدير على أن تكون هذه النقط اللي ترناها واللي كتعبر على المعاش وعلى معاناة النساء اللي كنستمعوا لهم وكنعايشوهم، المطلقات الحاضنات بشكل يومي. كنتمنى من الله هاد النقط اللي ناقشناها ترفع وتتخذ بعين الاعتبار وياخذوا بها بعين الاعتبار في التعديلات المرتقبة بإذن الله. ومعنا الأستاذة التي توضح لنا نقطة مهمة أشارت إليها، وهو تعديل قانون مدونة الأسرة. تعديل قانون مدونة الأسرة كما أشارت زميلتي نصب على مجموعة من النقاط من خلال المداخلات ديالنا، وهو موضوع ما يمكنناش نناقشوه في جلسة واحدة، يحتاج إلى جلسات. حنا كل ما فعلناه بالنسبة لهذا اليوم هو حاولنا أننا نركزوا على بعض النقاط اللي كنشوفوا عندها الأولوية، ونناقشوا بعض التعديلات اللي حنا كنقولوا أنها تغرد خارج السرب، وخاصها دائما تنطلق من توجيهات الملكية السامية، لأن إلا كنا كنهضروا في تعديل مدونة الأسرة خصنا نعرفوا شنو هي المرتكزات هذا التعديل، شنو هي الاسس ديالو، بعباره على من غنعتمدوا، واش غنعتمدوا على المرجعيه الدوليه وحدها، ام ينبغي ان نعتمد على المرجعيه الاسلاميه وحدها، ام ينبغي ان نزاوج بين المرجعيه الدوليه وبين المرجعيه الاسلاميه، على اعتبار ان الفقه المالكي باعتباره هو الفقه المطبق في المملكه المغربيه هو فقه منفتح، اينما وجدت تحت الاسلام هو منفتح، اينما وجدت المصلحه فتم شرع الله. بالاضافه الى ما ناقشته زميلتي كنا هضرنا حتى الاصوات التي تنادي بالغاء الماده 400 وفندنا علاش هاد المطلب ماشي في محله، لان ما كيتماشاش مع الدستور المغربي، ما كيتماشاش مع بنود المدونه في رمتها، هي منها كلها مستقاه من المذهب المالكي. وما يمكنش دابا نجيو نقولوا خصنا نزولوا ان اي مرجعيه غادي يعتمد القاضي وهو يجتهد في اطار المدونه. ناقشنا كذلك فيما يتعلق بالسكن المحظون، ناقشنا ضروره التعديل القوانين الموازيه او المرتبطه بمدونه الاسره، لان ماشي غير مدونه الاسره خصها تعدل، خصها القوانين المرتبطه بها، قانون التعليم مثلا فيما يتعلق باش نقلوا الابناء ديالنا، فيما يتعلق بالسكن ديال المحظون اللي كيختار الاب باش يخلي سكن المحظون هو بيت الزوجيه، خصنا نعدلوا القانون التحفيظ العقاري ونعتبروه رهن رسمي. اذا مجموعه الاشياء، كذلك عقد الكراهيه الا كان هو هذاك محل زوجيه كاره الزوج، خاصنا نجرموا اي الغاء او فسخ ديال هذه العقده الكراء. كاين مجموعه ديال النقاط اللي ما نقاش في رايي البسيط يجب ان يبتعد عن الجزئيات ويركز على المنظومه، لاننا عندما تخلينا عن المنظومه بدات الاسره هشه. السلام عليكم، ممكن تقدم لنا نفسك؟ كريم شرقي محسن، خبير في قضايا الأسرة والمجتمع. شنو يمكن لك تقول لنا حول هذه الندوة ديالنا؟ طبعا اليوم تشرفت بالمشاركة في واحد الندوة وطنية اللي الموضوع ديالها هو البحث في الإمكانات المتاحة ما يتعلق بالمستجدات ديال المدونة الأسرة، وبالتالي هو نقاش قبلي يسبق يعني القرارات اللي غتمخض عن اللجنه اللي عينها صاحب الجلاله في هذا الموضوع. وبالتالي هو نقاش مجتمعي اللي من خلاله يتم قياس نبض المجتمع ونبض اهم النقاط اللي تحتاج الى تعديل او الى تحتاج الى تغيير او الى اعاده صيانه ان صح التعبير. اليوم كانت المداخله ديالي متعلقه اساسا بالجانب الاجتماعي في الاسره، انه لا اخفيكم على انه عندما نتحدث عن مدونة الاسره نتحدث على مسطرة قانونية تهتم بحماية الأسرة، وعندما نتكلم على حماية الأسرة يجب أن تكون لها حماية اجتماعية قبل الولوج إلى الجانب القانوني، بمعنى يجب أن ننطلق من دينامية مجتمعية تحدد ما هي هذه الأسرة، ما هي عناصرها، ما هي مكوناتها، ما هي الأسس التي يجب أن تنبني عليها هذه الأسرة حتى نتمكن أن نفهم الخصوصيات، وآنذاك ننطلق إلى بناء
نظام قانوني قادر ان يستوعب بشكل كافي. شنو تبغي تقول الاغلبيه ديال الشباب او الرجال اللي ولاو خايفين من المدونه او ما فاهمينش شنو هي المدونه؟ طيب، هو واحد النقاش خصو يتخذ من منحنيين مختلفين. اولا، كيف نتكلم عن المدونه من منظور مجتمعي، وهذا اساسي، لانه اذا كنا نتكلم عن الشباب هم جزء من المجتمع. السلام عليكم، معنا السيده، قدمي لي نفسك. سعاد شرقاوي، امرأة من المجتمع المدني. عندي تجارب فيما يخص المجال الكشفي. تعاملت مع واحد العينة اللي هي عينة ديال المراهقات فما فوق الشابات. عندي دراية بالمعاناة ديالهم اللي هي معاناة كثيرة. انا اليوم عندي لك واحد السؤال. نعم. لان كانت واحد الندوه ديال حول مدونه الاسره. نعم. شنو تبغي تقولي لنا؟ شنو المفهوم ديالك أنا مدونه الاسره؟ نعم. بالنسبة لمدونة الأسرة، أنا كنظن أي خطوة كتخدم فيها المرأة وكتخدم فيها الأسرة المغربية وكتخدم فيها الطفل المغربي أو الرجل المغربي، أنا ما كنستثنيش الرجل من المدونة، لأنه هما شركاء وما يمكنش نفرقوا الرجل عن المرأة. أي حاجة فيها مصلحة ويمكن لها تستفد منها الأسرة المغربية، يمكن يستفد منها الطفل المغربي والمرأة المغربية بدورها بطبيعة الحال كتعتبر الدرجة الأولى لأنها هي النواة ديال ديك الأسرة. أنا معها. الحاجة الوحيدة اللي كتحز في نفسي يعني منذ سنين قديمة ومنذ عصور، الغريب ان الفكر الذكوري ما استطاعش اننا نبتروه. المشكل لان في العقل الذكوري ما عندناش في القانون وما عندناش في الترسانه القانونيه اللي كيخلي الامور انها تعطل. اكيد كاين مسار طويل، كاين تجديد في القانون، اكيد كاين خدمه كبيره كنخدموها بالنسبه باش تكون عندنا واحد الاسره ويكون عندنا واحد المجتمع سوي. لان ما غنخدموا الاسره كنخدموا المجتمع، لان هذاك الطفل او واحد النهار واحد الفاعل في المجتمع. كل ما كان سوي، كل ما كانت الاسره سويه، سنكونوا حنا قدام واحد الانسان سوي اللي يمكن له نبنيو ونثيقوا فيه انه يبني لنا المجتمع مستقبلا. حنا بطبيعه الحال غادي نديباساو، ولكن غادي يجيو دوك الاطفال هما ما يمكنناش نزيغوهم على الام وما يمكنناش نزيغوهم على الاب. لذلك انا اللي كنأكد عليه واللي كنطالب به باعتباري مرأة وباعتباري انني كنفهم ما هو نسبيا ما هو حقوقي، بغيت هذاك كل ما هو كيدور لينا في المكاتب وفي الرفوف يتحط لينا ويتأجر لنا في ارض الواقع.